السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على الرسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ يا كحك العيد، يا مش عارفة يا ايه بصراحة. بيقولوا ايه رأيكم بقى؟ الفيديو ده على فكرة معمول بقاله يجي 3 4 ايام، بس والله ما عندي وقت نهائي انزل اي فيديو بأمانة، يعني بجد مش لاقية وقت. ربنا يعين كل واحدة على اللي هي فيه، اللهم امين في الايام المفترجة. تعالوا يلا بسرعة نبدأ الفيديو ونقول الكحك. بصوا ما خدش وقت وطالع بيدوب بيدوب، عارفين بسكوت نواعم؟ وهو ده. انا جبت كيلو من الدقيق، انا عملت الكيلو بس عشان احنا مش اكلين يعني كحك. جبت كيلو من الدقيق، نزلت عليه بمعلقتين سكر بودر، ونزلت عليه بقولوا معايا ده اسمها ايه، ريحة الكحك، ونزلت عليه برشة ملح زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ومعلقه بيكنج باودر يا جماعه، يبقى ريحه الكحك ومعلقه بيكنج باودر، ونزلت عليه برشه ملح ومعلقتين من السكر البودر. جبت هنا 550 من السمنه، سيحت 3 4 معالق فيها، وقمت نازله عليها بمعلقتين السمسم. يعني انا جبت معلقتين سيحتهم قدحتهم على النار، وحاطه فيهم السمسم، سبته ايه يتحمص كده شويه. بقيت الكميه اللي عندي نزلت بيها زي ما انتوا شايفين كده في الطاسه، هي الطاسه طبعا سخنه، كله ايه هيسيح في بعضه. هنزل عليه على الخليط، وتفضلي بقى يا ست الكل تبس 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 كده بالمبرد. لو ما عندكيش العجان مفيش اي حاجه، مش ما عندناش يعني عجان، يعني كانش عندنا. فكنا بنعمل ايه، بنقعد نبس على ايدينا لحد ما تلاقيها عامله زي الرمله. عارفين الرمله؟ جبت الخميره بتاعتي، حطيت على نص كوبايه من الميه وقلبتها وسبتها شويه زي ما انتوا ايه شايفين كده. بحط حبة في حبة، وفي الاخر ايه هفضل اضرب اضرب اضرب. بصوا، فضلت اضرب يجي نص يعني ربع ساعة كده في العجين، وفي الاخر برضو مسكتها بايديا، ما رضيتش البس جواند عشان عايزة اشوف بس العجينة وصلت معايا ايه، ناشفة طرية. فالجواندي ما ينفعش اللي انا ايه البسه. المهم زي ما انتوا شايفين كده، قمت جايبة بقى عجينة. بصوا بوريكم انها بصوا بقت عاملة ازاي اهي. كان فظيع بجد. العجينه لقيتيها ناشفه معاكي، هتجيبي معلقتين سمنه تحطيهم في العجينه، مفيش اي حاجه. لقيتها بتشقق، معلقتين سمنه وتديها فين في العجينه. لما تبقى ناشفه اوعي ما تحطيش فيها معلقتين السمنه. انا هنا كنت بعمل تيست، لان انا بحب اعمل تيست جامد قوي، لاني مش بعد ما اعمل الكميه دي كلها الاقي فرش مني في حاجه مش طبيعيه فيه. فقلت لا، انا هعمل هنا كام واحده تيست اشوفها. طبعا الفرن بيبقى على 160 يا جماعه، عشان الفرن يعني لما يكون الفرن بتاعك هادي النتيجه بتطلع مش حلوه، يعني الحاجه بتطلع مش حلوه خالص. فانا الفرن خليته على 160، وقمت ايه، وتحطي بقى في الرف الاوسط، لان هو خلي بالكم انا عملت التجربه ديت، وبعد كده ايه هينزل بقى بالنهايه، فالحته بمسحه اللي في النص. فانت هتحطيه على درجه حراره 160، وتراقبيه اخد لون من تحت خير وبركه، هتطفي وهتقومي قايده الشوايه من فوق. انا خلصت وطلع معايا بسم الله ما شاء الله بجد. ولا تقولوا لي بقى عبد ولا مبد ولا اتوال ولا بصوا ولا الكلام الفاضي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، كان فظيع فظيع فظيع. عايزه اقول لكم روعه روعه روعه. بص بيدوب، والله بيدوب. اللي مش هيمشي على المقادير دي هيفوتوا كتير كتير. بصوا اكنك الكحكايه جايباها من بره. الكحكايه بتعمليها في حدود 30 جرام. طبعا لازم يبص يا جماعه، حاجه العيد عشان نبقى متفقين لازم يبقى عندك ميزان صراحه، يعني الحاجه تطلع معاكي، المقادير هيطلع معاكي حلو قوي لو عندك الميزان. انا الميزان كان سعفني صراحه، بقيت احط الواحده 30 جرام 31 جرام عشان يطلع معايا كله حجم واحد. وده كان الشكل النهائي. حطيت فيه السكر. ان شاء الله هنتلاقى يوم الوقفة واوريكم بقى كل الحاجة بتاعت العيد. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، والفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير.